أعظم تجربة عشتها في حياتي على الإطلاق. أدركت ما معنى أن تكون المحنة أحب إليك من المنحة. أدركت ما معنى أن يكون القرب في المنع وقد يكون البعد في العطاء. كنا أقرب ما نكون إلى الله. أكثر ما كان يؤنسني ويسلي قلبي لذة الحب لله سبحانه وتعالى، لذة القرب من الله سبحانه وتعالى. كنت دائما أقول لهم في السجن: يا إخوة، إلنا لقمة في السجن بدنا ناكلها. ويوم ما ربنا يرى ويعلم أن السجن انتهى والآن الخيرة في الإفراج سنخرج، بحكم أني يعني أحفظ القرآن من سنوات طويلة وإمام في مساجد من فترات طويلة أكثر من 15 سنة، كنت أظن نفسي واهما أني عشت مع القرآن. حقيقة أنا ما عشت مع القرآن إلا في السجن. والله ما عشت مع الآيات إلا في السجن، ما عشت مع المعاني إلا في السجن، ما ذقت لذة القرب من الله إلا في السجن. لا شك كان يفتح في بعض المرات سبحان الله في الليالي العشر الأواخر في مواسم الطاعات والقربات، لكن مش في السجن أبدا، مش زي اللي في السجن. السجن كان له ظرف خاص آخر. العشر ليالي من رمضان الأخيرة اللي قضيناها في السجن كانت بكل الرمضانات اللي قضيتها في حياتي. الوقوف بين يدي الله عز وجل ركعتين قيام في السجن من الساعة 10 للساعة 5 الفجر على ركعتين، مش لحالي طبعا، أنا لا أتكلم عن نفسي، أتكلم عني وعن إخواني الأسرى والمعتقلين. كان بكل الرمضانات. والله أحد الإخوة يقول لي: بتعرف يا شيخ لو بنفع في كل سنة من رمضان يرجعونا يحطونا في الزنزانة العشر الأواخر وبعدك يطلعونا بالنص. خرج 1800 كويس جميل. أسأل الله أن يدخل الفرح والسرور كل بيوت أهالينا وابناء شعبنا، لكن لا زال هناك دموع محبوسة في أجفان وفي جفون أمهات كثر. أسأل الله أن يبقي دمعة واحدة في عين أم ياسر. لعله من أسعد اللحظات، لأنه اللحظات اللي مررت بها كلحظات غمرتني بالفرحة أكثر من لحظة. يوم أن كنت أجيز أحدهم بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم غيبا، ثم أحتسب هذا العمل بنية شفاء أمي مثلا، كانت تمر علي بفضل الله سبحانه وتعالى أسبوع كله اختبارات لدورات أحكام تأهيلية عليا، تأهيل سند إلى غير ذلك، دورات فقه، فقه الطهارة، فقه الوضوء، فقه النوازل، فقه مثلا فقه المسح على الخفين والجوربين، فقه أحكام الشتاء، فقه رمضان وأحكام الصيام إلى غير ذلك من هذه الأبواب الفقهية. عندما كنت أنظر في عيون إخوان الأسرى أجد فيهم مش الإنسان اللي بده يتعبد الله بس عشان يا رب مصلحة وبدي أخلص، أبدا ما كنت أجد ذلك في قلوبهم، إنما كنت أجد في قلوبهم: يا رب كنت مقصر سامحني. والله في واحد منهم أذكر عجيب ولا أخجل من ذكر هذا الأمر، بلغ من العمر 33، والله لا يحفظ الفاتحة ولا التشهد